السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات. أتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. وصبغتي لليوم هي عبارة عن وصفتي لليوم عبارة عن صبغة طبيعية للشعر، صبغة هندية روعة حقيقة، لأن كل مكوناتها روعة لشعرك. راح تعطيكي لون جميل جدا لعشاق اللون البني، راح تعطيكي لمعة وراح تقوي شعرك. المهم حبيباتي لتحضير صبغتنا الهندية العجيبة سنحتاج إلى الحنة الطبيعية طبعا، وأنك يعني تكون خضراء، لا تشتري الجاهز بالأسواق لأنه بيكون يعني أحيانا مخلوط أو فيه مواد تانية ما بنعرفها، فيفضل أنك تخلطيها على يعني تطحنيها على إيدك. هنا سأستعمل 3 ملاعق من الحنة، وأنت على حسب كثافة وطول شعرك، يعني كما ترون كمية قليلة، لكن انت طبعا ضعفي الكمية. وطبعا لكل 3 ملاعق من الحناء راح نستعمل راح نحضر او ناخذ القهوة سريعة الذوبان. لكل كما قلت 3 ملاعق من الحناء خذي ملعقة كبيرة ممتلئة من القهوة سريعة الذوبان. القهوة مع الحناء خصوصا سريعة الذوبان بتعطيكي لون حقيقة، حتى لو غليتيها، يعني حتى لو غليتيها بتعطيكي لون جميل جدا. فعلى حسب أنا كنت عاملة بالقناة يعني خلطة الحنة بالقهوة، يعني خصوصا المغلي أعطت نتائج، حتى كل الأخوات اللي جربوها كتبوا لي في التعليقات أنها بتعطي لون من أول مرة. فطبعا خلطات الحنة كل ما داومتي عليها مرة أسبوعيا، لازم انك تستمري عليها مرة أسبوعيا، مرة على مرة بتعطيك لون جميل جدا. المهم حبيباتي غير هذه الصبغة بتعطيك لون، فبتعطيك نعومة كذلك، لأن القهوة والحنة بينعم الشعر. فحبيباتي بعد ما خلطنا الحنة والقهوة راح نحتاج هنا إلى مكون من المكونات التي تعمل على تفتيح لون شعرك بشكل عجيب جدا وبشكل سريع. يعني عندي هنا كما ترون السكر، نعم السكر هنا الناعم، هذا اللي مطحون ناعم. هذا السكر يعني حتى لو عندك شيء فهذه الخلطة راح تسبغ لك الشيء، لأنه أنا كنت عاملة وصفة من قناتي يعني وصبغة من 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا في القناة، عجيبة للشيب، يعني تستعملينها ساعة فقط لشعرك بإضافة هذا السكر، ملعقة من السكر، وبتعطيك نتائج رهيبة. لو حبيتوا يعني حقيقة هي قديمة بالقناة، فلو حبيتوا سأبحث عنها وأضع لكم تحت في الوصف. بالكركم، يعني بدل القهوة سريعة الذوبان راح تضيفي الكركم، بيعطيك لون أشقر تقريبا أو عسلي لشيباتك. المهم حبيباتي بالنسبة للسكر يعني بيعطيك تفتيح عجيب كما قلت. طبعا نخلط المكونات الجافة مع بعض، وهذا سر الخلطة أو سر الخلطة الهندية لتفتيح شعرك، وهو السكر الناعم. هنا راح أحتاج يعني إلى حبة بيضة، سأستعمل الصفار فقط. لو شعرك نوع يعني غير جاف أو طبيعي عادي يعني فممكن تستعملين الحبة كاملة على حسب يعني شعرك. وراح أضيف هنا الزيت السحري اللي بتعتمد عليه الهنديات كتير في خلطاتهن للشعر، وأنا كنت عملت يعني في القناة خلطة زيت الخردل أو وصفة بزيت الخردل عجيبة اللي حابة تطول شعرها، يعني وصفة كذلك هندية عجيبة يا بنات للشعر، فشوفوها لو حبيتوا. راح أضع لكم كذلك رابط الزيت، يعني فقط اطلبوا لي وأنا أكتب لكم أبحث لكم عن يعني فقط يعني من هذه الوصفة من وصفاتي الحصرية يعني بالقناة، تجدونها قبل هذا الفيديو أو فيديوين قبل هذا الفيديو. يعني راح أضع منها ملعقة زيت الخردل عجيب يا بنات مع للشعر، له فوائد عديدة. فغير أنه يسكن آلام المفاصل كما ترون، ويعالج الروماتيزم المفصلي، يستخدم في عمل الضمادات للأقدام وإزالة الإرهاق الشديد، منشط عامل للجسم خاصة الدورة الدموية، يفيد في حالة التهاب الأعصاب، فكذلك رائع للشعر. يعني كما ترون له فوائد عديدة للجسم، خصوصا
كما ترون التهابات، فكذلك رائع للشعر. هنا حبيباتي راح نضيف الليمون كذلك بيفتح لون شعرك وبيعطيك يعني اللون اللي ترغبين به مع الحناء. يعني راح اعمل هنا نصف ليمونة تقريبا. وطبعا سأحتاج إلى الماء لخلط هذه المكونات، الماء الساخن طبعا. وأشكر الأخت يعني أخت كتبت لي تعليق، وجميع الأخوات اللي بيكتبوا لي تعليق محفز وجميل إنه خلطاتي بتنفعهم، يعني هذا يسعدني كتير، خصوصا خلطات الحنة، فأشكركن جزيل الشكر. فطبعا ما في أروع من الحنة للشعر، بتعيد قوته لمعانه وطوله، غير اللون بتصبغ بلون طبيعي جميل، يعني على حسب الإضافات اللي بتضيفيها بتحصلي على اللون. المهم حبيباتي تقريبا يعني لازم تتركيها، يعني لا تتركيها سائلة أكثر من اللازم، لازم تكون الخلطة متماسكة نوعا ما. فأظن أني ما نسيت شيء للخلطة. فطبعا شوفوا قوامها، لازم تخلطيها جيدا حتى يصبح القوام مثل هذا الشكل. طبعا قومي بتطبيقها على شعرك واتركيها أطول مدة ممكنة، 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات، فيكون أروع. طبعا لا تغسليها بالشامبو، وانا اليوم هقترح عليكم انك تغسليها بهذا البلسم الطبيعي اللي انا حضرت معاكم بالقناه. بلسم عجيب 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 للشعر الجاف، فبتعوضيه بالشامبو، او يفضل او لازم انك تغسليها، لا تغسليها بالشامبو، ولو حبيتي اغسليها بهذا البلسم الطبيعي كذلك تجدونه في القناه، رائع بالطين المغربي وباضافات ثانيه. فحبيباتي كانت هذه هي وصفتي من روائع الوصفات الحنة الهندية للشعر أو الصبغات الهندية، بسيطة جدا. وكذلك مرطب طبيعي للشعر أو بلسم طبيعي بالطين المغربي. طبقيها بهذه الطريقة إذا شعرك جاف خشن مجعد، وشوفي النعومة من أول مرة. فكانت حبيباتي هذه هي وصفتي اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم، وأن تكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا.